السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ معانا النهاردة حدوتة جديدة من حواديت كاسبر. ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان، يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في بنوتة اسمها ليندا. كانت بنوتة لطيفة وشقية، ابتسامتها كانت دايما على وشها وبتحب تكون مميزة. ليندا كانت بتحب جدا العيد علشان بتجيب فيه لبس جديد، وكانت قبل العيد بفترة بتجهز مع عيلتها عشان يقضوا عيد سعيد. وفعلا قبل العيد راحت مع مامتها واخواتها عشان تشتري لبسها. كانوا كلهم فرحانين لأن الخروجة دي كل العيلة بتحبها. قعدت ليندا تتفرج على الحاجات مع اخواتها ولفوا كتير، وكل واحد اشترى اللي عجبه. وليندا اشترت فستان كبير، كانت مبسوطة بيه لأنه بيخليها شبه الأميرات، وكانت متحمسة تلبسه يوم العيد وتوريه لكل عيلتها الجميلة. نامت ليندا ليلة الوقفة وصحيت تاني يوم بتتنطط من السعادة، لكن حصلت حاجة قلبت سعادتها وخلتها حزينة جدا. ليندا لقت ان القطة بتاعتها لعبت بالفستان وقطعته، وكانت زعلانة لان لبس العيد بتاعها كده باظ ومش هتلبسه. قعدت حزينة بتعيط في اوضتها وما كانتش عاوزة تخرج منها. لما ماما راحت لها، ليندا قالت لها انها مش عاوزة تزور معاهم باقي العيلة لان هي ما عندهاش لبس جديد للعيد زي باقي اصحابها واخواتها. لكن ماما كان ليها رأي تاني وقررت تتكلم معاها وتفهمها. ماما قالت لها ان اكيد لازم تكون زعلانة على فستانها اللي باظ منها، لكن برضو ده ما يمنعهاش تتبسط بالعيد وبالفرحة اللي مستنياها، لأن العيد وقت جميل بيتكرر في السنة مرتين وبيبقوا مميزين، وكل العيلة والأحباب بيكونوا مع بعض فرحانين ومتجمعين. ما ينفعش نوقف فرحتنا بحاجة جميلة زي العيد علشان مجرد فستان، لأن ممكن أصلا ما نشتريش لبس جديد وهيفضل العيد بالفرحة برضو مليان. ماما قالت لها إنها هتحاول تصلح الفستان معاها عشان تلبسه، لكن لو ما عرفتش هتختار لبس تاني من دولابها وتستخدمه وتتبسط معاهم بيومها. ولو عايزة تحكي قصة فستانها براحتها، لكن ما تفكرش أبدا للحظة إن فرحتها هتنقص بسبب فستانها. ليندا اقتنعت بكلام مامتها وقامت تجهز عشان تخرج معاهم، وقررت تتبسط بالعيد وتعيش الفرحة اللي اتعودت عليها وياهم. ومن يومها اتعلمت تركز على الحاجات المهمة اللي بتفرق دايما، وفهمت ان التفاصيل مش دايما مهمة ولا المفروض تضايقنا ابدا. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتك الحدوتة ما تنساش تضغط لايك، وما تنسوش يا اصحابي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان كل يوم توصل لكم حدوتة جديدة. وكمان هستنى رأيكم في التعليقات. تصبحوا على خير.